السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الفول المدمس في الحله بطريقه سهله وسريعه، مش هياخد معانا وقت ولا مجهود. وكمان هقولك على اسرار ازاي الفول ما يسودش معاكي، وهقولك على اسرار ازاي الفول يطلع معاكي زبده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. اول حاجه نقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو من الفول المدمس، ومعايا كوبايه من الفول المدشوش. غسلهم كويس ونقعهم من بالليل. نقعهم من بالليل نقعتهم من بالليل في ميه من الحنفيه، وابتدي ان انا اغسلهم كويس، وابتدي ان انا احطهم في الحله بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده معايا هنا ليمونه كامله بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا كوبايه من العدس الاصفر، واكون غاسله العدس الاصفر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي انزل على الفول بتاعي بالشكل ده. وبعد كده ابتدي اعصر عليهم عصره الليمونه اللي معايا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي انزل عليهم بربع معلقه صغيره من الكركم بالشكل ده، وابتدي انزل عليهم ب2 لتر من الميه من الحنفيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا اغطي الفول بتاعي وارفعه على النار لغايه ما يستوي. شايفين الفول طالع معايا زبده ازاي؟ بعد كده ابتدي ان انا اهرسه بالهاند بلندر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابتدي ان انا اطحنه كويس. خلاص كده الفول جاهز معانا. شايفين لون الفول جميل ازاي؟ مش مسود معايا. وبعد كده ابتدي انزل عليهم بالطحينه، وانزل عليهم بمعلقه ملح ومعلقه كمون، وانزل عليهم بشويه زيت. اسهل واسرع طريقه لتدميس الفول. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد.